السلام عليكم لأحلى متابعين للحياة أبسط محالة. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض كب كيك بالشوفان بالموز، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. مادام بالشوفان يبقى أكيد هيكون دايت. هنقول مع بعض المقادير. معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ومعانا معلقة فانيليا مليانة، نص كوباية سكر دايت. انا بستعمل فركتوز، اللي عنده ستيفيا او سويتال يستعمله. كوباية الا ربع حليب برضو بدرجة حرارة المطبخ. اللي عنده زبدة ممكن يستعمل زبدة سايحة، يسيحها شوية كده ويحطها. انا هستعمل زيت عباد شمس، معايا نص كوباية. معلقة خل معانا، وما ننساش رشة الملح اللي دايما تبقى في الحلويات. هنضرب المكونات دي في الخلاط، وهنجيب بولة ومعانا كوبايتين الا ربع دقيق شوفان. اللي ما عندوش دقيق شوفان ممكن يجيب الشوفان الحب كامل ويطحنوه بالمطحنة، بس يحاول ينعمه على قد ما يقدر. كده معايا ربع او اقل من ربع كوباية دقيق قمح كامل. لو مش متوفر عادي بنكمل بالشوفان، يبقى كوبايتين كاملين شوفان. معانا بيكنج باودر كيك شيف، انا بنصح يا ريت الكل يستعمله صراحة، بيخلي الكيكة هشة وحلوة. معانا معلقة كبيرة. هنحط المكونات دي كلها على بعض ونقلبهم. هنجيب الخليط بتاعنا اللي ضربناه في الخلاط ونحطه على الشوفان ونقلبه. ممكن نحط في دقيق الشوفان لو حابين نحط شوية قرفة، هتدي طعم برضو حلو جدا. واللي حابب يعملها بالكاكاو بس ممكن يضيف كاكاو على الدقيق. في ربع معلقة بيكربونات الصوديوم او بيكربوناتو، بس انا نسيت احطها. المفروض انا بحطها في اخر في المرحلة دي يعني مع معلقة الخل، بس انا حطيت الخل في الاول، فمش هيجرى حاجة، هنحطها دلوقتي. معانا قوالب الكب كيك، انا حاطه فيهم رشه فيهم سكر، طبعا سكر دايت. وقطعت مكعبات موز تخينه يعني شويه، ما تكونش رفيعه، لا تكون سميكه شويه. وهبدا اصب الخليط بتاعنا على الموز، يعني تقريبا 3/4 الكبات يعني. هنسيب بس جزء بسيط كده في الكب من فوق ونزود الخليط. انا هسيب شوية كده، هحط عليهم كاكاو، وسايبة قوالب كده سادة للي يحب ياكل الكب كيك سادة. وهنا في المرحلة دي ممكن لو حد بيحب طعم النكهة العربي كده ممكن يضيف شوية هيل على الموز، قرفة، اللي هو الحبهان، هيدي طعم حلو جدا للموز. ان شاء الله تجربوا الكب كيك ده ويعجبكم، وتبعتولي كده في التعليقات تقولولي عملتوا الحاجة دي ولا لا، ورأيكم فيها ايه. طبعا احنا ممكن نعمل نفس الكيكة دي في صينية كبيرة، بدل ما نحط في كب كيك نرص الموز بنفس الطريقة، سكر وبعدين الموز نقطعه طرنشات تخينة شوية ونصب الخليط
ولو حابين نضاعف الكمية بنضاعفها، ونحطهم في صينية كده ونخبزها. وممكن طبعا بدل الدقيق الشوفان يبقى دقيق ابيض وسكر ابيض، يعني ما تبقاش دايت، بنفس المكونات كده. كده انا بصب اللي هو بالكاكاو، وهندخله الفرن على 180 درجة، والفرن طبعا يكون ساخن من قبل كده. هتاخد تقريبا من تلت ساعة لنص ساعة حسب كل واحدة وفرنها. وده الكب كيك بعد ما طلع بالشكل ده، هنقلبه كده واوريهولكوا بعد ما تشوفوا الكرملة اللي في الموز. يعني فعلا مش قادرة اقولكوا على ريحة الكرملة وريحة الموز في الكب كيك، يعني فعلا جميلة جدا. ده اللي هو بالشوفان سادة يعني، وده اللي هو بالكاكاو. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه، واسيبكم مع الكب كيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.